ما تاخرناش عليكم اهو. الجزء الثاني من الدرس الثالث، الملامح الحضاريه في ظل الدوله المملوكيه. يلا بينا يلا بينا ولادنا وحبايبنا، ما طولناش عليكم. هنبدا بقى في الجزء الثاني نتعرف على الملامح الحضاريه في ظل الدوله المملوكيه. قال لك جه على مصر فتره من الفترات وكان اللي بيحكمها ناس اسمهم المماليك. طب مين يا مستر اصلا المماليك دول؟ قال لك المماليك دول كانوا غلمان ولاد، كان بيتم شرائهم وبيبتدوا يدربوهم على فنون الحرب وكمان القتال لاستخدامهم كفرق عسكرية في الجيش. المهم جه ساعتها واحد من حكام الدولة الأيوبية كان اسمه الصالح نجم الدين أيوب. الصالح نجم الدين إيه؟ أيوب. الراجل ده كان أحد سلاطين الدولة الأيوبية. ابتدى إن هو يجيب معاه المماليك أو يشتري المماليك دول، وشاركوا بعد كده معاه في حروب الدولة الأيوبية ضد الصليبيين. الملك الصالح نجم الدين أيوب أحكي لك حكاية جميلة جدا. كان متجوز واحدة من الجواري كان اسمها شجر الدر، مش شجرة، اسمها شجر الدر. المهم شجر الدر دي ابتدت ساعتها ان هي اتجوزت اصلا ساعتها الملك الصالح نجم الدين ايوب، ولكن الملك الصالح نجم الدين ايوب مات في الحرب. تمام؟ فساعتها قالوا مين اللي هيحكم مين اللي هيحكم مين اللي هيحكم؟ شجر الدر قالت لك انا اللي هحكم. خلاص بقى، ما خلاص جوزي مات انا اللي هحكم. ايه ده؟ يعني النجم يعني صالح نجم الدين ايوب ما كانش عنده اولاد؟ لا، كان عنده ولد اسمه توران شاه، بس ما كانش لسه جه من الاماره بتاعته، وعقبال ما يجي هياخد ايام. فساعتها شجر الدر قالت لك خلاص بقى يا بت، خلاص اكبري يا بت، طموحك حلوه، انت هتفضلي لحد امتى كده؟ انت خلاص انت من دلوقتي حاكمه مصر. وبالفعل حكمت مصر. بس الملك العباسي هزقنا الصراحه، يعني هزقنا تهزيق وحش قوي. ايه اللي حصل؟ قال لك بعت لنا كده رساله هي قصف جبهه زي ما انتوا بتقولوا كده. مضمون الرساله بيقول لك ايه؟ يا مصريين انتوا لو ما عندكوش رجاله تحكمكم قولوا لي وانا ابعت لكم. هزقنا، ادانا علشان دب دب كده. فساعتها شجر الدر قالت لك اعمل ايه اعمل ايه؟ كان ساعتها توران شاه وصل. فتوران شاه لما جه قالت لها لا انا هحكم، انت مجرد جاريه عند ابويا، انت مين انت عشان تحكمي؟ فابتدت ساعتها ان هم يدبروا المكايد عشان يتخلصوا ساعتها من توران شاه، وده كان يعتبر اخر سلاطين الدوله الايوبيه. وبالفعل دبروا ليه المكيده وقتلوه. لو انت عايز تعرف بقى قتلوه ازاي هقول لك بس في برنامج حكاوي الراوي. يلا بينا نكمل. تمام؟ قال لك المهم شجر الدر ساعتها قالت لك انا قدامي الحل واحد، ان انا اتجوز. اتجوزي يا بت، عليه الراجل مات يا بت، خلاص ما اتجوزي بقى وشوفي نفسك. تمام؟ فساعتها قررت ان هي تتجوز، وقالت لك انا لازم اللي اتجوزه يكون ايه؟ يكون شخصيته ضعيفه، عشان من الاخر كده يبقى مجرد صوره. يحكم ايه؟ يحكم مصر صوره، بس مين اللي بيحكم مصر فعليا؟ شجر الدر. فالمهم اتقدم لها اتنين. اتقدم لها ايه؟ اتنين. تمام؟ واحد قالت لك لا ده مش راضي ايه يخليني انا اللي احكم فعليا، ومش راضي يكون الصوره، وانا ما بحبش كده. وجالها واحد توكسيك قال لها شجر انا مش غيرك يا شجر، انا من عندي قبل العندي، انا تحت امرك، اللي انت عاوزاه انفذه. تمام؟ مين ده بقى؟ قال لك واحد اسمه عز الدين ايبك. عز الدين ايبك قالت لك بس هو ده طموحي، هو ده يا بت، هو ده. وساعتها اتجوزت من عز الدين ايبك وتنازلت له عن العرش، وبدأ ساعتها حكم المماليك. بحكم مين؟ بحكم عز الدين ايبك. قدر المماليك ان هم يثبتوا نفسهم في الحكم على مصر على مدار قرنين ونصف من الزمان، وفي نفس الوقت اتسعت حدود دولة المماليك بعد حكمهم لمصر. ده بقت ايه؟ ده بقت مصر والشام والنوبة والحجاز وبرقة والجزء الشرقي من الساحل الافريقي كمان. طيب كل دي كانت دولة الايه؟ كانت دولة المماليك. كل دي. تمام؟
المهم شجرة الدر دي يعتبر حكمت 80 يوم، واتنزلت عن عرش المين؟ لعز الدين ايبك. عز الدين ايبك طلع ايه؟ توكسيك، طلع متجوز عليها ومخلف واد اسمه المنصور، فقررت ساعتها تقتله ودبرت مكيدة لقتله. مين عرفت؟ ام المنصور اللي هي ام علي. فساعتها قررت ان هي تقتل شجر الدر، فقتلتها، فقتلت شجر الدر. وساعتها مين اللي اتولى الحكم؟ فضلوا يدوروا 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 يدوروا، ما لقوش الا مين؟ الا علي اللي هو المنصور. وده كان عيل عبيط، عيل صغير، هيحكم مصر ازاي؟ المهم ده اتولى الحكم من هنا، وام فرحت بيه قوي وزغرطت ومقططت وبص وخربت الدنيا. هوب الخطر الصليبي والتتار جه على مصر. طيب مين هيقف قدام دول بقى؟ العيل الصغير الواد اللي اسمه منصور؟ لا، ساعتها اللي تولى اللواء ان هو يقف قدام الصليبيين والتتار وكل الاخطار اللي بتواجه مصر في الوقت ده هو مين؟ هو سيف الدين قطز. طيب احنا عرفنا طبعا ان المنصور ده ايه؟ ابن عز الدين ايبك التوكسيك اللي كان مخلفه من مراته الثانيه. اتولى الحكم بعد مقتل ابيه. مين اللي قتلته؟ شجره الدر. كان سنه صغير، ما يقدرش على اداره شؤون البلاد، عشان كده تعين سيف الدين قطز تلميذ مين؟ تلميذ عز الدين ايبك. تمام؟ مربيا له ونائبا للسلطنه. تمام؟ لكن في الوقت ده جه على مصر الخطر الايه؟ الخطر المغولي، والتتار كمان بقوا محاوطينها. طب ايه اللي هيحصل؟ قال لك اضطر ساعتها سيف الدين قطز ان هو يخلع السلطان المنصور. روح بقى يابا ايه؟ اقعد مع عمك بعبطك ده. تمام؟ واعلن نفسه ساعتها سلطانا على البلاد. تمام؟ عند وصول رسل المغول لمصر. بعت ساعتها رساله للمغول، رساله قصدي من المغول لحاكم مصر. احنا لما نحب نكلم مصر نكلم مين؟ فساعتها تلاقي له سيف الدين قطز قال له كلمني انا. قال له انت مين؟ قال له انا سلطان مصر، انا حاكم مصر. تمام؟ فساعتها ابتدى يجي هنا خطر المغول، وابتدى ان احنا لازم نقف قصاد خطر المغول. طب مين هم المغول دول؟ قال لك دي عباره عن قبائل متفرقه ومتنازعه متصارعه، في بينهم صراع. عاشت فين؟ في وسط اسيا اللي هي منغوليا، وكانوا بيعيشوا على الرعي والصيد. توحدت على ايد واحد ربنا ينتقم منه اسمه جنكيز خان، وكانوا بيجدوا فنون الحرب وكمان القتال. تمام؟ في الوقت ده يا اولاد المغول دخلوا بغداد قبل ما يجوا مصر. دخلوا بغداد ودمروها، واسقطوا كمان الخلافه العباسيه في بغداد. وده دليل على وحشيه الايه؟ وحشيه المغول. المغول ده كان خطر زي الخطر الصليبي واكتر. تمام؟ طب قال لك ايه اللي حصل؟ قال لك اللي حصل بعد سقوط بلاد الشام في يد المغول بداوا يفكروا في دخول مصر. طب ليه اشمعنى مصر؟ قال لك عشان خاطر 3 حاجات. ان مصر في الوقت ده كانت القوه الوحيده المتبقيه في العالم الاسلامي، واللي بتهدد امن المغول. تمام؟ ليه؟ حيث انها كانت مقر كل المسلمين الهاربين اللي كان بيهرب من المغول كان بيروح مصر. طب كمان قال لك موقعها موقع استراتيجي متميز، فهي تقع في قلب العالم، فهي تقع في قلب الايه؟ العالم، وتتحكم في طرق التجاره العالميه. طيب قال لك كان احتلال مصر يعتبر بوابه السيطره المغول، سيطرة الايه؟ المغول على شمال افريقيا، ثم السيطرة على العالم كله. طب سيف الدين قطز عمل ايه؟ قال لك رفض ان هو يسلم البلاد للمغول. طب ايه اللي حصل؟ قال لك اعلن الجهاد ضد مين؟ ضدهم، ضد المغول، وعمل ساعتها عدة اجراءات دفاعية لحماية مصر. عزل المنصور عشان سنه صغير ومش هيقدر يقف قصاد الاخطار دي كلها. طب ايه اللي حصل بعد كده؟ قال لك ابتدى يعفو عن المماليك الهاربين. خلاص يا عم تم العفو عنكم. ابتدى يتحالف كمان مع امراء الشام ووحد القوتين عشان يكون الجيش اقوى في مواجهه اعدائه.
طيب قال لك ايه تاني؟ قال لك ابتدى كمان ان هو يعمل اجتماع مع امراء المماليك وعلماء الدين الاسلامي. ليه يا عم؟ قال لك عشان ارفع الروح المعنويه لمواجهه المغول، اشجعهم واقويهم. تمام. ابتدى يجمع الاموال من كل طوائف الشعب عشان يجهز الجيش، والتحق ساعتها بالجيش يا اولاد عدد كبير جدا من المصريين. ابتدى يوفر الامن والسلامه والاستقرار للشعب، وابتدى كمان يهيئ له سبل العيش الكريم، وابتدى ينظم الامور الاداريه. كل ده عمله قبل ما يخش في المواجهه الحتميه الفاصله مع مين؟ مع المغول. ودارت معركه اسمها معركه عين جالوت، رمضان 658 هجريا. شهر رمضان المبارك اللي هو خلاص كلها ايام، وانتصرونا في مفاجآت رمضان اللي ما بتخلص ان شاء الله. تمام. اللي هو رمضان سنة 658 هجريا 1260 ميلاديا، الأطراف ما بين المسلمين والمغول. المكان كان في منطقة عين جالوت. عين ايه؟ عين جالوت. قال لك المعركة كانت شديدة جدا ما بين جيش المسلمين وجيش المغول، وكانت المعركة في بدايتها كانت لصالح المغول، يعني كان يبان الأول إن إحنا مهزومين. قال لك ساعتها قام السلطان قطز خلع الخوذة بتاعته. طب ايه اللي حصل؟ قال لك اللي حصل في الوقت ده ان في اول بدايه الحرب لقى ان المغول ابتدوا هم اللي يهجموا على مين؟ هم اللي بيهجموا على جيش المسلمين، وجيش المسلمين عمال يتراجع خايف. فساعتها جه هنا دور القائد العظيم سيف الدين قطز، لقى الجيش بتاعه عمال يجري وخايف وبيرجع لورا، خلع خوذته وتقدم وهو يقول واسلاما واسلاما. وهنا يظهر دور القائد العظيم لما ابتدى الجيش والجنود ساعتها يبصوا للقائد هو اللي بيتقدم وهو اللي بيهجم على العدو لوحده. هنا ابتدت صفوف المسلمين تتوحد تاني في الجيش، وابتدوا هم اللي يهجموا على جيش المغول. طيب قال لك في النهايه ايه اللي حصل؟ قال لك تم قتل القائد المغولي كالبغا، غار في داهيه ياكش يولع. تمام. وقتل معظم جنوده، واضطر ساعتها الباقون للفرار ان هم يهربوا. مصر اتحمت خلاص بقى، ظهرنا اتسند، الواد قطز طلع خطير، يبقى حمايه مصر وكمان العالم الايه؟ الاسلامي من الخطر المغول. اتوحدت مصر وكمان الشام تحت حكم المماليك، اصبحت مصر هي في الوقت ده زعيمه العالم الاسلامي. لكن اللي حصل ان دبت الوقيعه، النفوس ابتدت تلعب ما بين صديقين، وهو مين بقى؟ سيف الدين قطز والظاهر بيبرس. ظاهر بيبرس وسيف الدين قطز كانوا اصدقاء جدا وكانوا بيحبوا بعض جدا، ولدرجه حب سيف الدين قطز للظاهر بيبرس ان هو بعد الحرب دي قرر ساعتها ان هو كان هيتنازل عن عرش مصر او حكم مصر للظاهر بيبرس. لكن في الوقت ده ابتدت تدخل الناس ما بينهم وابتدوا يلعبوا في دماغ الظاهر بيبرس، لحد ما الظاهر بيبرس توجه وقتل ساعتها مين؟ سيف الدين قطز. تمام. لكن الظاهر بيبرس يا اولاد في الوقت ده لما عرف زعل جدا. هو ايه اللي عرفه بعد ما قتل صاحبه؟ ما اصله اكتشف بعد ما قتل سيف الدين قطز ان سيف الدين قطز كان مقرر ان هو يتنازل له عن العرش، عن الحكم. فلما عرف الظاهر بيبرس بالموضوع ده، عرف الحقيقه، زعل من نفسه جدا وعاش طول عمره يكفر عن الذنب اللي هو عمله ده. لذلك ان الظاهر بيبرس كل حاجه عملها كانت مضيئه، كانت حاجات يعني بتدل ان الراجل ده عمل تطور وعمل ازدهار. الحكم بتاعه كان فتره من ازهى الفترات حكم المماليك في مصر. كل ده كان بيعمله كان تكفير لذنب هو عمله، ان هو في يوم من الايام استمع للناس اللي وقعت ما بينه وما بين صاحبه وقتله. بعد ما حقق سيف الدين قطز يا اولاد العظيم الانتصار على المغول، قتل اثناء عودته من عين جالوت. هو هنا بيقول لك قتل، انا قلت لك بقى الحكايه دي معلومه ليك، مين اللي قتله؟ الظاهر بيبرس. وبعديها تولى حكم المماليك او حكم مصر ساعتها الظاهر بيبرس. الظاهر بيبرس كان هو يعتبر قائد جيش سيف الدين قطز،
وتولى حكم مصر بعد مقتل السلطان قطز. الراجل ده عمل ايه؟ قال لك اول ما رجع قال لك ابتدى يحيي الخلافه العباسيه مره اخرى في القاهره. ابتدى يقوي حكمه على عرش مصر. واصبحت ساعتها في وقته دوله المماليك تابعه للخلافه العباسيه. طب قال لك ايه اللي حصل؟ قال لك شيد مسجده المعروف باسمه والمدرسه اللي هي اسمها المدرسه الظاهريه بالقاهره. لكن بعديه ابتدت دولة المماليك تضعف. قال لك طيب بعد كده ايه اللي حصل يا اولاد؟ قال لك ابتدت تتوالى سلاطين المماليك على ايه؟ على حكم مصر، عرش مصر، لحد ما اكتشف البرتغاليون طريق اسمه راس الرجاء الصالح. انت عارف كده كده من سنه اولى ان كان في واحد اسمه الامير هنري الملاح ايام الكشوف الجغرافيه في افريقيا. الامير هنري الملاح قال لك احنا كل ما بنيجي نعدي رايحين لمصر، عايزين نعدي قصدي نروح لاسيا او من اسيا لاوروبا او هكذا، لازم نعدي على مين؟ على مصر. طب وانا عمال اعدي رايح جاي على مصر، المماليك بيقابلوني هات فلوس هات فلوس هات فلوس هات فلوس، انا مش عايز ادفع لهم حاجه. فساعتها ابتدوا يدوروا لحد ما اكتشفوا طريق اسمه طريق راس الرجاء الايه؟ الصالح، اللي هو طريق الدوران حول افريقيا. وساعتها نتج عن ده ان تحول طريق التجاره من مصر الى الدوران حول ايه؟ حول افريقيا. وده نتج عنه ضعف دوله المماليك، دوله المماليك ضعفت وتدهورت احوالها الاقتصاديه. وده ساعد في هزيمه دوله المماليك بمصر والشام لما ظهرت دوله قويه في الوقت ده اسمها الدوله العثمانيه. وتتحول مصر من دولة مستقلة ذات سيادة إلى جزء وولاية تابعة للدولة الإيه؟ للدولة العثمانية. وأول ما مصر بقت ضمن الدولة العثمانية ما عداش وقت وما عداش فترة إلا ولقينا نفسنا دخلنا على الحملة الفرنسية. طب إيه الحملة الفرنسية دي؟ مين جه الحملة الفرنسية؟ أحداثها إيه؟ إيه اللي دار؟ إيه اللي حصل؟ إيه؟ كل ده هنعرفه إمتى؟ هنعرفه إن شاء الله بإذن الله تعالى في الوحدة الرابعة في الحلقات الجاية. انتظرونا، تابع معانا كويس عشان التاريخ السنة دي مختلف تماما. تمام؟ بكده بقى اولادنا وحبايبنا احنا نكون خلصنا الدرس الثالث في الوحده الثانيه، يعني خلصنا نص المنهج يا وحش، خلاص ما بقاش كتير، باقي القليل. احنا كده عملنا اللي علينا معاك، اعمل بقى انت اللي عليك، لايك سبسكرايب، دلعنا. سلام.